تعالوا بقى النهارده نعمل بسكوت النشادر. طبعا جايبه لكم الوصفه النهارده يا جماعه مظبوطه، وهيطلع معاكي بسكوت دايب وناعم جدا جدا، وكمان هش كده وخفيف، وشايفين لونه والقوام بتاعه، وكمان الطعم بتاعه ممتاز. في ناس كتير قوي بتجربه وبيفشل منها. النهارده بقى هنقول لك الوصفه مظبوطه وعلى كل الاسرار بتاعت ان هي تنجح معاكي البسكوت. شايفين دايب ازاي وشكله ولونه تحفه تحفه. اول حاجه معانا هنا كده، معانا 40 بيضة. طبعا احنا هنعمل تقريبا 5 كيلو دقيق، فكل كيلو بياخد 8 بيضات بلدي. انتي لو البيض المستورد الابيض العادي هتحطي 5 بيضات، تمام بالشكل ده. وهياخد كمان يعني 4 ورقات من الفانيليا، بالظبط 4 ورقات فانيليا، لان احنا هنا حطينا كمية كبيرة من الفانيليا. طبعا عندهم الفانيليا السكر مش اللي هي السايلة بتاعتنا، تمام. طبعا هي ابتدت بقى كده تضرب البيض بايديها كويس جدا. طبعا يا جماعه، الجماعه اللي هم اللي في القرى او اهلنا الحبايبنا اللي في الفلاحين والكلام ده بيعملوا الحاجات دي بايديهم، يعني هم بيحسوا ان هي انجح حاجه بيعملوها بايديهم. انا جايبه لكم الوصفه النهارده من البلد، مش انا اللي عاملاها خالص، تمام. وطبعا نزلنا بقى كده بعد ما ضربت البيض كويس جدا كده بايديها زي ما انتم شفتوا، نزلنا بقى بالسكر. يبقى كل كيلو من دقيق بياخد 1.5 كوباية سكر، بيطلع مظبوط جدا. السكر العادي الابيض اهو. طبعا انت ممكن تستخدمي المضرب الكهربائي عادي، مفيش مشكله، تمام. هتبدا بقى هي دلوقتي تقلب لغايه بقى ما السكر كده يدوب معاها خالص. هي هتقلبه كويس جدا. طبعا البسكوت ده اللي عاملاه النهارده اخت جوزي، يعني ربنا يبارك فيها ويديها الصحه. بصراحه انا بحب البسكوت بتاعهم جدا، فانا ما رحت عندهم البلد حبيت بقى اجيب لكم الوصفه مظبوط من عندهم وبيعملوه ازاي وعلشان تطبقوها. في ناس كتيرة ما بتحبش البسكوت اللي احنا بنعمله، اللي هو زي بتاع الافران، وبيحبوا بتاع النشادر ده. بسكوت النشادر بيبقى حلو برضو، وكمان معاهم في الشاي بيبقى حلو جدا. هم اتعودوا عليه وعلى طعمه، وبصراحة انا اجمل بسكوت باكله من ايديهم يعني. شايفين بقى هي بتقعد بقى تدوب خالص السكر لغاية ما يبقاش فيه سكر نهائي، حبيبات السكر باينة. وطبعا هي بتكون غاسله ايديها قبلها كويس جدا علشان تشتغل في الحاجات دي يا جماعه. يعني محدش يقول لي هي بتعمل بايديها والكلام ده، لا، ده هما يعني ناس على راسنا من فوق. بعد كده بقى هنا بتجيب بعد ما دب بقى السكر كويس جدا، تمام. بنحط بقى البيكنج باودر. بيكنج باودر 2 باكو بيكنج باودر ونص، دول على 5 كيلو دقيق. 5 كيلو دقيق حطينا عليهم 2 كيلو سكر، حطينا عليهم 2.5 بيكنج باودر، حطينا عليهم كمان 12 ورقة فانيليا تقريبا، وضفنا 40 بيضة. فانا كمان هسيب لكم بقى ان شاء الله في الوصف او في اول تعليق كده هكتب لكم المقدار بالظبط بالكيلو والكوباية علشان تبقى انتم مظبوطين معايا كده. ابتديت انا بقى هنا اساعدهم يعني حرام، فابتديت ادخل كده الدقيق. شايفين كل ما بتدخلي الدقيق كل ما بيدي هشاشة في المعجنات، وبيطلع خفيف معاكي وطعم وريحة جميلة جدا. شايفين ابتدينا بقى ندخل كده حبه من الدقيق وبنقلب. طبعا النشادر بقى اللي هي بنحطها احنا على الدقيق، محدش بيحطها على اللبن خالص او على الحليب، تمام. طبعا بتروح عند العطار وتقولوا انا هعمل 5 كيلو، بيديكي قدهم بالظبط. هنا بقى جبنا 2 كيس من فروتي، دول بقى بيدوا ريحه وطعم كده للبسكوت حلو جدا، ودوبناهم مع نص كوبايه من الميه عادي جدا كده، ورحنا صبناهم عليهم. ابتدينا احنا بقى هنا ننزل بالحليب كمان. لو ممكن انتي حابه تضيفي الفروتي مع الحليب ما فيهاش اي مشكله عادي. شايفين بقى كده هنزل كمان اهو بالسمنه. هينزل انا طبعا بضيف لها الحاجات وهي بتعجن. طبعا اخدوا كام سمنه ال5 كيلو؟ اخدوا 1.5 كيلو من السمنه، ومعاهم كمان كوبايه كبيره كده من الزيت، بيقولك بيخليه كده دايب دوب يعني حلو. طبعا بعد ما لمينا العجينه بقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وبقيت حلوه جدا وناعمه كده وطريه علشان تنزل من المكنه، شايفين بالشكل ده. طبعا المرحله دي ابتديت انا بقى اساعدهم واقطع معاهم كده بالبسكوت زي ما انتوا شايفين. طبعا الصواني دي بندهنها سمنه، وبعدين نبدا كده نقطع الصوابع ونرصها، واي زيادات فيها وحاجات زي كده بنشيلها علشان ما تبقاش محروقه معاكي في الفرن او تطلع مخرفشه، او يعني يطلع شكل البسكوت بتاعك مش حلو. شايفين طبعا احنا عملنا كذا شكل، عملنا النجمة وعملنا الشكل ده. واي حاجة عندك في الاخر بعد ما بتقطعي بتجيبي السكينة كده وتحددي الزوايد دي تشيليها، وبتطلع معاكي مظبوطة وزي الفل. شايفين بقى ده شكله
هندخله الفرن بقى على درجة حرارة متوسطة. ليه متوسطة؟ عشان البسكوت ما يتحرقش منك وكمان يستوي من جوه ويطلع كده دايب. لو انتي عليتي عليه النار هيطلع ني من جوه ومش مستوي. شايفين اهو، هو ده شكله هو في الفرن. شايفين طلع بقى من الفرن شكله عامل ازاي؟ شكل بقى وريحة وطعم تحفة تحفة. وده الشكل النهائي بقى. اتمنى انتوا تجربوا الوصفة دي وتعجبكم. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتشتركوا في القناة علشان يوصلكم كل جديد. وكل سنة وانتوا طيبين وبخير يا رب، ويعود عليكم الايام بخير.